تعالى أقولك النهاردة إزاي تعملي جاتوه اقتصادي في الخلاط من غير تعقيد وبيضتين بس هتطلعي 18 قطعة جاتوه. جاتوه شكله زي المحلات بالظبط وطعمه أحلى كمان. كيكة اسفنجية ناعمة وهشة قوي مع طبقة كريمة غنية في الطعم، مش هتصدقي جمالها، مع صوص مانجا من فوق لامع يفتح النفس. جاتوه النهاردة اقتصادي من الدرجة الأولى ويقدر أي حد يعمله لأن كله في نفس الصاج، من غير تعقيد ولا فصل صفارة عن البياض ولا محسنات كيك. هتنافسي بيه أكبر محلات الحلويات. يلا بينا على المقادير والطريقة، لكن قبل ما نبدأ لايك وشير للفيديو وصلوا على الحبيب. بسم الله. أول حاجة هنبتدي بيها هي طبقة الكيك. عندي بيضتين وعندي كمان كوباية من السكر يكون لونه فاتح، وعندي كمان نقطتين من الفانيليا. تقدري تعملي الكيك ده في الخلاط، يعني تاخدي المكونات دي تضربيها في الخلاط، وممكن تعمليها بمضرب البيض زي كده بالظبط. هنضرب البيض مع السكر مع الفانيليا لحد ما السكر يدوب والبيض يفتح تماما. اهم حاجة تصبروا لحد ما السكر يدوب. لو بنضرب في الخلاط هنضرب مش اقل من 3 دقايق لحد ما البيض يعمل فقاعات كده، وتتأكدوا ان السكر داب ويبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الخل وكمان رشة من الملح، وعندي كمان معلقتين كبار من النشا، نشا الذرة العادي خالص، وكمان عندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. انا استعملت هنا كيك شيف. ونقلب. لو شغالة في الخلاط بتحطي المكونات دي برضو وتضربي ضربة صغيرة خالص، يعني ضربة في التانية لحد بس ما المكونات تختلط. انا استعملت هنا المضرب البيض اليدوي العادي خالص. خليط البيض والسكر والبودر والنشا بقى بالقوام ده سبته على جنب. تعالوا نحضر المواد السائلة. هيكون عندي كوباية من اللبن ونص كوباية من الزيت، حطيتهم في كسرولة ورفعتهم على النار واسيبهم لحد ما يغلوا. وده قوام البيض مع السكر والنشا والبودر. هنعمل ايه بعد كده؟ هيكون عندي كوبايتين من الدقيق، بنزل بكوباية واحدة وبقلب. ولو تلاحظوا القوام بتاع البيض مع السكر بقى كثيف شوية كده، يعني تخن شوية ولونه فتح اكتر. وبنزل بالكوباية التانية، يعني بنزل بكوباية دقيق وأقلب، وبنزل بالكوباية التانية وأقلب. هتلاحظوا طبعا ان الكيك معانا بقى سميك قوي وبقت زي العجينة التقيلة. مفيش اي مشكلة، البيض مع الزيت هيفك لي كل ده دلوقتي. اول ما البيض والزيت يغلوا هنزل على الدقيق والبيض والسكر بالشكل ده كده. وما تخافوش يا جماعة خالص، مش هيحصل اي حاجة، يعني الكيكة مش هتفشل ولا اي حاجة، بل بالعكس قوامها والطراوة بتاعتها كأنك عاملة كيك اسفنجي بالظبط، فاصلة الصفار عن البياض، وكمان حاطة محسنات اللي هو محسن الكيك. بتقلبي لحد ما توصلي للقوام ده، وما تبالغيش في التقليب، مجرد بس اللبن والزيت يختلطوا كويس قوي مع الدقيق والبيض والسكر. في المرحلة دي أنا بروح أشغل الفرن، وبيكون الفرن شغال بقاله 5 دقايق بالظبط على درجة حرارة 180، ويكون عندي صاج مقاسه 30 في 40. بدهنه بدهنة بسيطة خالص من الزيت، وبنزل بخليط الكيك. وطبعا بيبقى سمكه رفيع كده لأن طبعا المقدار مش كبير قوي لأن لسه فيه طبقات. بعود شيش كده ببدأ إن أنا أعمل خطوط بالشكل ده علشان يبقى السطح كله متساوي، ما يطلعش كده إيه جنب أكبر من جنب أو أعلى من جنب. بدخل الصاج الفرن، هيقعد معانا مش أكتر من ربع ساعة تلت ساعة بالكتير لأنه سمكه قليل خالص. تعالوا بينا نحضر طبقة الكريمة الرهيبة. كوبايتين من اللبن، 3 معالق كبار من الكاستر بودرة الكاستر، وكمان معايا 4 معالق كبار من السكر. هتقولي لي نسبة السكر دي عالية أوي، هقول لكم اصبروا عليا كده واحدة، مشوا معايا واحدة واحدة وتعرفوا أنا حطيت السكر الكتير ده ليه. قلبت المكونات الأول على البارد، وبعد كده رفعت الكسرولة دي على النار لحد ما الخليط غلى، واتأكدت إن الكاستر استوى معايا تماما. بعد كده هتبقى معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى تقيلة شوية. بعد كده هبدأ ان انا اجيب كيس تلاجة واغطي سطح الكريمة دي او الكاستر ده علشان ما تعمليش القشرة المزعجة اللي لما الكاستر بيبرد بيعملها. هنسيب بقى الكريمة دي على جنب، وتعالوا نشوف الكيك. الكيك بعد 25 دقيقة لقيته استوى. شغلت له الشوايه دقيقتين لحد ما اخد اللون. اختبر الكيكه بتاعتي، بدخل عود شيش في النص وبلاقيها نظيفه. هبتدي ان انا اسقي الكيك بنص كوبايه من اللبن بدون اضافات، يعني معلهاش سكر ولا اي حاجه، مجرد نص كوبايه لبن. بيكون الكيك دافي واللبن يكون ساقع، وبيشربه بكل سهوله لان الكيك هشه قوي. بعد كده هنبتدي ان احنا نجهز بقى الخطوه الاخيره من الكريمه. عندي كوباية مية ساقعة متلجة وكوباية كريم شانتيه أو كريمة شانتيه من غير سكر، كريمة خام.
هنبدأ إن إحنا نضرب المَيّة مع الكريمة كويس جدًا، ممكن تحطّي سُكّر لو بتحبّي الكريمة بتاعتِك يكون أو الحلويات بتاعتِك أو الجاتوه بتاعِك أو التورتة بتاعتِك سُكّرها عالي شوية، بس إحنا لو تلاحظوا إحنا حاطّين في كريمة الكاسترد حاطّين كمية سُكّر حلوة، حاطّين 4 معالق كبار، نضرب الكريمة مع المَيّة لحد ما تتقل وتبقى بالقوام ده، وهنبتدي بعد كده نضيف الكاستر بتاعنا بعد ما بِرِد تمامًا، تمامًا، ما يكونش فيه أي حرارة، لإن الحرارة هتسيح الكريمة بتاعتي. نضرب لحد ما القوام يفتحها أكتر وأكتر، وتبقى الكريمة بتاعتي بالقوام الناعم اللي أنتم شايفينه ده. هتحسوا إن هي خفيفة شوية، بس الكريمة دي لمّا بتدخل التلاجة بيحصل إيه، بتمسك وبتقفش كده وبيبقى قوامها ممتاز جدًا. هي بتبقى ناعمة أوي، لإن كل حاجة لسه ما دخلتش التلاجة. الكيك بتاعنا اتشرب باللبن تمامًا، نبتدي إن إحنا نحط الكريمة، باحط الكريمة وباسيب حوالي معلقتين أو 3 للروزيتات اللي من فوق، مش عايزين نضرب كريمة بقى ونكلف نفسنا تاني. أهم حاجة تساوي السطح كويس أوي بسكرابر، تساويه بمسطرة، المهم يتساوى بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، لإن الأهم من الشغل هو تضبيط الشغل. أدخّل بقى الصينية التلاجة، يالّا بينا نعمل الطبقة التالتة. عندي كوباية من المَيّة وضِفت كمان ربع كوباية، بس المقطع هنا ما اتصورش، يعني كوباية وربع من المَيّة، وعندي هنا باكيت من جيلي المانجا، ممكن تعملي طبعًا بأي طعم أنتِ عايزاه، ممكن بالفراولة، بالأناناس، بأي طعم. بعد كده عندي معلقة كبيرة من النشا، بارفع الكلام ده كله على النار لحد الغليان. الخليط غلى معايا والنشا استوت، هابتدي إن أنا أصُبّه في سوسيرة، في كوباية، المهم أنا عايزة الصوص بتاع المانجا ده يكون بارد تمامًا، علشان ما يسيّحليش الكريمة. لو نزلت بالصوص ده على الكريمة، الكريمة هتسيح وتتداخل كده مع الصوص وهيبقى الشكل مش حلو خالص. عندي الكيك ساقع وعندي صوص المانجا ساقع تمامًا، هنبتدي إن إحنا نصُبّه على الكيك أو على الجاتوه من فوق، وحرّكوا الصينية كده يمين وشمال، وشمال ويمين، المهم يتفرد بالشكل ده. بندخّل الصينية التلاجة أو بندخّل الصاج التلاجة لمدة ساعتين، الطبقة اللي فوق دي هتلاقيها مسكت على طول، وكمان طبقة الكريمة بتمسك على طول، يعني مش هتطوّل معاكم في التلاجة خالص. بعد ما عدّى ساعتين طلّعت الصاج عشان أبدأ أقطّعه، هاقطّعه إزاي؟ هاقطّعه 6 عواميد، قسمت الصاج من النُص وعملت 3 أعمدة من اليمين و3 أعمدة من الشمال، هنا باورّيكم إن هُم 6 أعمدة، وبعد كده هاقسم على 3، 3 في 6 بكام؟ ب18، كده عندنا 18 قطعة جاتوه. فاكرين بقى الكريمة اللي قُلت لكم سيبوها على جنب، حطيتها في كيس تزيين واستخدمت البلبلة بتاعة بلح الشام عشان تطلّع لي الوردة اللي أنتم شايفينها دي، بُصّوا الرسمة بتاعتها طالعة إزاي، في منتهى الجمال، الكريمة دي كانت خطيرة، طعمها خطير. بعد كده هيكون عندي أنصاف من الكريز باحطها بالشكل ده، وعلشان أكسر اللون تقدروا تكسروا اللون، تقدروا تقفوا على كده بقى وتقدموها، لكن أنا حبيت أكسر اللون، سيّحت شوية شوكولاتة مع معلقتين من اللبن، يعني قطعة شوكولاتة صغيرة مع معلقتين من اللبن ونقطة زيت، وحطيتها في كيس تلاجة، وعملت الخطوط اللي أنتم شايفينها ديّة عشان أكسر اللون الأصفر ده مش أكتر، ممكن تستغنوا عن الخطوة دي خالص. وتعالوا بقى شوفوا لي قطعة كده من الجاتوه الرائع ده، بُصّوا قوامه، بُصّوا لونه، كإنه كيك إسفنجي حرفيًا، وطعمه والله زي الكيك الإسفنجي بالضبط. أنا مش باحب أحلف كتير، بس اللي هيجرّب الوصفة دي أنا متأكدة إنها هتعجبه جدًا، موفّرة، جميلة، لو جاي لِك ضيوف عدد كبير من الضيوف يعني، هتنجز معاكِ وهتبقى حلوة أوي، وهيقولوا أكيد، أكيد أنتِ شارية الحلو ده من برّه، لإنه طبعًا شكله احترافي أوي. لو حابين وصفات اقتصادية من النوع ده اكتبوا لي في الكومنتات، وقولوا لي رأيكم في وصفة النهارده. وصفة النهارده كانت طلب من متابعة عزيزة عليَّ، تقريبًا كده بتدخل لي كل فيديو بتكتب لي كومنت جميل، فحبيت النهارده ألبّي لها طلبها. لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني، أشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة.